عشان البرد بقى واللي احنا فيه دي البرد والسقعة والمطر، قلنا نعمل بقى شوية شوربة عدس كده تدفيني. نعمل المكونات اهو: دي العدس، كمون، فلفل، دي جزر، دي توم، ده جزر، بطاطس، بصلة. اهو تحط كل شوربة عدس بقى كاملة متكاملة بقى، وجبة متكاملة يعني. بيبقى شوية عدس يدفوا، وبروتين وتغذية وكل حاجة فيه، كل حاجة. ودي الطماطم اهي. هنحطه بقى على البوتاجاز يستوى بقى العدس. وجبة كاملة اهيتي: بطاطس، جزر، بصل، توم، فلفل، كمون. تقلب بقى كله، نحط بقى كله على على البوتاجاز يستوى بقى. استوى براحته. دي شوربة عدس عشان البرد، الدنيا باردة جامد أوي مطر وبرد. قلنا اما نعمل شوية شوربة عدس يدفوا بقى، يدفونا شوية. اه دي شوربة عدس اهي، وجبة متكاملة واقتصادية، اقتصادية على قد الإيد. أو لما هنعمل جنبها رمة رز برضو، وجنبها هنعمل عيش برضو، عيش ناشف. ده الرز اهو بنحمره بنلوحه في الزيت بس كده بسيط كده، عشان ما لو حتى المية زيادة ما يبقاش مرق ولا أي حاجة. ده العدس اهو، ده العدس، ده الرز اهوتي. بنقلبه في الزيت، بنحط له المية اهو بتاعته. على فكرة الرز بتاعنا دي ما بيشربش مية كتير، نحط له شوية مية صغيرين عشان ما بيشربش مية كتير. ده الملح. نقلب بقى ونسيب الرز بقى يتلدن مع بعضه بقى، هو بزيته بكله مقدوح عليه. وخلاص كده نسيب الرز يتقلب. هنروح بقى للعدس، شوربة العدس بقى عشان نخلصها بقى. اه ده شوربة العدس بقى نشتغل فيها بقى. خلاص الرز خلص كده دلوقتي، نروح بقى لشوربة العدس نخلصها بقى. اه العدس اهو، هنعمله في الخلاط بقى. ده الشعرية متحمرة جاهزة، كان انا كنت محمراها وعندي موجودة عندي، محمراها جاهزة يعني. انا بحط مكرونة اسباجيتي بس بدل الشعرية موجودة، خلاص بقى حط شعرية وخلاص. هنعمل في الخلاط اهو. ده العدس، دي شوربة العدس، وجبة متكاملة. هنصفاه اهو بقى، بس كده هنصفيه. نحط له بقى حاجته. ابو نصفاه. نحط بقى ده الملح. نحط برضه نقطة سكر صغيرة كده برضه شوية. ده الشعرية اهي، ده الشعرية. هنعمل له بقى الطشة بتاعته، ونحطه يقلب قلب عشان الشعرية تستوي. وخلاص اهو. ده الطشة بتاعته: توم وشوية كمون فوقهم كده فوق التوم، مش كزبرة، كمون. عشان يبقى ريحته طعمه حلو كده، بخلي الطشة دي بتخليه طعمه حلو. كده الطشة بتاعت التوم اهي. ده توم جديد اهو. دي الكمون اهو، شوية كمون بقى مع الطشة. ونحطهم بقى مطشينهم مع العدس بقى، وسايبين العدس يقلب له قلبة واتنين كده عشان الشعرية تستوي. اهو خلاص كده تمام كده. دي الطشة اهي بتاعت العدس. بس كده نحط بقى على البوتاجاز يستوي، مش عشان الشعرية تستوي بس، العدس خلصان يعني، ممكن محش يتحط بس عشان الشعرية اللي فيه. اه
دي الشعرية اهي. خلاص كده العدس هيتطفى عليه، وخلاص بقى هنحط بقى السفرة ونوريكم ايه السفرة بتاعتنا. تمام كده. الدنيا ساقعة وبرد، محتاجة بقى شوية شوربة العدس دول يلموا يدفوا العظم. اهي السفرة بتاعتنا، ده العدس، ده الرز، ده العيش اهو، عيش ناشف، وده بصل، وده السفرة بتاعتنا اهي. كده تمام. والفيديو كده خلاص كده خلص، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وتشوفوا الفيديو للاخر، وتعليقات، وقولوا رأيكم الفيديو حلو ولا وحش، العدس شوربة حلوة وحش ولا في حاجة وحشة. قولوا رأيكم برضو، عاوزين رأيكم. باي باي، مع السلامة، باي باي.